السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة منارة الإبداع. كنتمنى إخواني أخواتي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. كنشكركم الشكر الكبير على حسن المتابعة وعلى التعليقات والتشجيعات ديالكم وعلى كلامكم الطيب، فشكرا لكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم كيك رائع جدا في المذاق، واحد المذاق فيه مميز. ان شاء الله غادي تجربوه بالصحه والراحه وغينال الاستحسان ديالكم. نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله. في المقادير كنحتاجوا معلقه صغيره مع مرش تاع الزبده، معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، قبصه من الملح، ايضا كاس تاع سنيده العبار بكاس العنبه، ثم كاس الزيت، كأس الحليب، و4 البيضات متوسطين الحجم، 2 معالق كبار تاع كاكاو المر. من الافضل ديروا نوعيه ممتازه، انا كندير هنا اقبال، ثم 3 الكيسان ونصف تاع الدقيق نوعيه ممتازه. دائما العبار بكاس العنبه، و2 اكياس من الخميره كيماويه من وزن 8 غرام. صافي. هنا كناخذ اول حاجه سنيده وكنضيفوا ليها البيض وقبصها من الملح ونطربوها مزيان. انا غنستعمل الطراب الكهربائي، ولكن ممكن نستعملوا الطراب اليدوي حتى هو كيقضي لنا الغرض. بالنسبه لهذا الكيك صدقوني تجي ممتازه في المذاق وكتجي عاليه. انتم غتشوفوا النتيجه. نتمنى تعجبكم وحتى نتوما تجربوها، علاش لا. هنا غنوضع معلقه زبده صغيره مع مراش. صافي. ونطرب مزيان. ملي كيطرب البيض مع سنيده مزيان كنضيفوا الزيت ونعاود نطربو، ثم غنضيفوا الحليب كي كتشاهدوا في الفيديو. راه كي قلت لكم ممكن نستعملوا الفوي، ماشي ضروري نديروا الطراب الكهربائي. صافي. ومن بعد كنضيف كاكاو المر. قبيل كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. هذه قهوه سريعه الذوبان معلقه صغيره، ونمزج الكل. وفي الاخير غنضيف الدقيق. بالضبط انا خدت معايا 3 الكيسان العبار بكاس العنبه، 3 الكيسان ونص. النص الاخير ضفتو بالتدريج. ثم كنضيفوا 2 خمارات. وكي كتشوفوا هو القوام ديال الكيك، ما يكونش مطلوق وما يكونش قاصح. راه تبارك الله كلكم كتعرفوا القوام ديالو. خديت هذا المول درت فيه الزيت، رشيته بالدقيق. غير هو من الافضل ما ترشوش بالدقيق، رشوه بالكاكاو. ثم ندخلوها للفرن. بالنسبه لي انا دائما الكيك كندخلو الفرن بارد، ما تنسخنوش. نمروا لآلة التزيين. كناخذوا كاسرونه كنوضعوا فيها ايترو لاروب تاع الحليب، علبه كبيره تاع الفلون شوكولات اولا 2 صغار، ثم 2 معالق كبار تاع المايزينا. كي كتشاهدوا ما درت سنيده حيت العلبه الكبيره ديال الفلون فيها سنيده. بالنسبه لا درتو 2 علب صغار ضروري تضيفوا سنيده على حسب الذوق. صافي. هنا كنحرك مزيان. من بعد ما حسينا بكل شيء اندمج، كاع العناصر اندمجات، كنوضعوها فوق النار تكون مهيله بزاف، ومع التحريك المستمر كنبقاو نحركو. صافي حتى كتبدا تعقد لينا. من بعد كنمشيو نخرجوا الكيك ديالنا من الفرن ونخلوه يبرد واحد شويه. عاد فاش نديموليوه من المول وكنصبو في داك المول الخليط. الصوره غتبين لكم الطريقه. يعني كي كتشاهدوا ديموليت الكيك، وكناخذ المول اللي كان فيه الكيك وكنوضع فيه هذا الخليط اللي سبق ليا وشاركت معكم. من بعد غناخذ الكيك ديالي وغنغطسو في وسط هذا الخليط، وكنضغط بيديا، كنضغط بشويه باش يطلع هذاك الخليط تلبس كلها. وكنخلي شويه في الكاسرونه، كنسقي من الفوق، كنغطي كل شيء. من بعد كنحطوها في الثلاجه باش تبرد لينا وتشد تماسك لينا. بالنسبه لي انا هنا بغيت نوريكم تتمه الفيديو. ساعه الستوكاج عمر لي التليفون فلقيت راسي ما تسجلش، وقفات ليا. صافي ديموليتها ومن بعد زوقتها باللوز كونكاسي.
انا زربت عليها ما خليتهاش حتى شدت مزيان، كنت محتاجاها ودغيا جبتها، ما خليتهاش ارتاحت بزاف. المهم الشكل النهائي ديالها هو هذا. جات غزاله عاليه كي كتشوفوا في الفيديو، تبارك الله عاليه وغزاله في المذاق. ان شاء الله حتى نتوما غتجربوها غتعجبكم باذن الله. الا وصلتوا حتى لهاد اللقطات وعجبكم الفيديو وكنتوا اول مره تزوروا القناه، فما تنساوش تشتركوا وديروا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. اما لا كنتوا مشتركين فما تنساوش ديروا لايك وتكتبوا لي في التعاليق كي جاتكم الكيك، واللي جربها يقول لي جربتها. وما بقى لي غير نودعكم نقول لكم الى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.